فضيحة تهز تل أبيب. إسرائيليون يهربون أسلحة وأموالا لحماس، ليس عبر الحدود ولا من تحت الأنفاق، بل من داخل إسرائيل نفسها. الشباك يكشف واحدة من أخطر شبكات التهريب في السنوات الأخيرة، شبكة يعمل أفرادها كمواطنين إسرائيليين فيما يقدمون الدعم لخلايا تابعة لحركة حماس في الضفة الغربية. تبدأ القصة عند أحمد زرزور، مواطن عربي إسرائيلي يقيم في تركيا وينسب إليه دور حلقة الوصل الخارجية. من هناك ومن خلف حسابات مشفرة نسج زرزور شبكة تمتد جذورها إلى كفر قاسم ومدينة رهط وفق ما نشرته وورلد إسرائيل نيوز. كيف عملت الشبكة؟ من تركيا تحول مئات آلاف الشواكل باستخدام العملات المشفرة لإخفاء مصدر الأموال. داخل إسرائيل تتحول هذه التحويلات إلى نقد عبر صرافين محليين. بعد ذلك تستخدم الأموال لشراء أسلحة خفيفة ومتوسطة من تجار في النقب. وفي العامين الأخيرين وفق التقرير ظهرت مؤشرات على محاولة إدخال معدات ومواد قد تستخدم في صناعة قواذف محلية الصنع. رحلة السلاح لا تتوقف في النقب، بل تعبر إلى الضفة الغربية لدعم مجموعات مسلحة مرتبطة بحماس. اللافت وفق الشباك أن بعض أعضاء الشبكة حصلوا على الجنسية الإسرائيلية عبر لم الشمل قبل سنوات قليلة، ما سمح لهم بالتنقل بين المدن والضفة دون إثارة الشبهات، وجعل نشاطهم يمتد لفترة طويلة دون أن يكشف. في عملية استمرت أسابيع من التتبع والمراقبة، نفذ الشباك سلسلة اعتقالات متزامنة شملت جميع المشتبه بهم، وتقول السلطات إن لوائح الاتهام جاهزة، فيما تتواصل المراقبة خشية وجود شبكات أخرى تعمل بطريقة نفسها في الظل.